اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. ندخل في موضوع الحلقه على طول النهارده عشان ما نطولش على حضراتكم. في حلقه النهارده هنأسس مع بعض حوض طبيعي من الصفر خطوه بخطوه. الحوض اللي قدامنا ده حوض ابعاده 90 طول في 45 عرض في 45 ارتفاع. هنبدأ نأسسه بإضافة أول وأهم مكون من مكونات الحوض الطبيعي زي ما دايما ما بنقول، وهو التربة الطينية. هنبدأ نضيفها زي ما احنا شايفين كده، زي ما بتوصل لك بالظبط من ذا ناتشورال اكواريوم. تربة جافة خلطنا عليها كيس المكملات الغذائية اللي بيوصل لك معاها، خلطناهم كويس جدا 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 مع بعض. في فيديو سابق كنا قلنا ان احنا ممكن نضيف شوية مية على التربة ونعجنها لحد ما نوصل بيها لقوام معين كان ظاهر في الفيديو ده. ولكن في فيديو النهاردة حبينا نجرب مع بعض ان احنا نأسس الحوض بإضافة التربة الجافة زي ما هي، زي ما بتوصل لك بالظبط من ذا ناتشورال اكواريوم. وبالمناسبة اللي حابب يحصل على أي من منتجات ذا ناتشورال اكواريوم يقدر يتواصل معنا على رقم الواتساب اللي ظاهر على الشاشة. هيتواصل معاك ويرد عليك أحد أعضاء فريق ذا ناتشورال اكواريوم، ونقدر نوصل لك الأوردر بتاعك إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. في المرحلة دي بكون حريص جدا إن أنا أفرد التربة بتاعتي بشكل متساوي في قاع الحوض زي ما احنا شايفين، استخدام ايديا او اي اداة عندي، او حتى ممكن كارت فيزا قديم او اي حاجة. لما بضيف التربة جافة بالطريقة اللي احنا شايفينها دي بيكون صعب شوية في فردها بالشكل المتساوي اللي انا عايزه، ولكن بتحافظ لي على نظافة الحوض من جوه وعلى جوانب الازاز الداخلية، عكس الطريقة بتاعة الفيديو السابق بتاع التأسيس. بتكون طبعا التربة لزجة وفيها مية فبتوسخ شوية جوانب الازاز الداخلية، ولكن حتى في الطريقة دي برضو بكون حريص جدا على نظافة شغلي، ودايما بنظف بعد ما بخلص فرد التربة، بنظف جوانب الازاز الداخلية باستخدام بخاخ المية بتاعي، وبستخدم المية دايما خالية من الكلور زي ما احنا عارفين. ببدأ ارشها على الجوانب الداخلية للازاز وامسحها بعد كده بأي منديل او باي حاجة عندي علشان اضمن نظافة الشغل بتاعي، واضمن ان مفيش اي من المغذيات اللي موجودة في التربة هتوصل لعمود المية بعد ما اسس وبعد ما احط طبقة الرمل بتاعتي. بعد ما بخلص المرحلة دي بكون وصلت لارتفاع طبقة التربة اللي انا محتاجه، وهو 2 سم ونص في الحوض ده. وعلشان اعرف الكمية المطلوبة عشان احقق الارتفاع ده، بضرب الطول في العرض في الارتفاع اللي انا عايزه وبقسم على 1000 بيطلع لي رقم. دايما بقربه للرقم الاكبر، يعني في الحوض بتاعنا النهارده 11 لتر تربه حققوا لي ال 2 سم ونص. بعد كده بدخل على مرحله اضافه رمل الفلاتر زي ما احنا شايفين، وببدا اسويها برضو بنفس الطريقه بايدك او باي اداه عندك. المهم ان احنا نسويها بشكل متساوي فوق طبقه التربه. وبنفس المعادلة الحسابية علشان أقدر أحقق الارتفاع المطلوب لرمل الفلاتر وهو 4 سم، بضرب طول الحوض في عرضه في الأربعة، 90 في 45 في 4 بيطلع لي رقم، بقسمه على 1000 بيطلع لي النتيجة، بقربها للرقم الأكبر يعني 17 لتر في حالة الحوض بتاع النهاردة. وبعد كده بدخل على مرحلة رمل السيليكا وببدأ أفردها على طبقة رمل الفلاتر. ودايما وانا بفرد اي طبقة من طبقات الركيزة بتاعتي بكون حريص ان هي تكون مفرودة بشكل متساوي فوق بعضها علشان اضمن عزل كويس ما بين التربة وما بين عمود المية بعد كده في المستقبل. وبعد ما حطيت رمل السيليكا بتاعي ببدأ برضو بأي أداة عندي أو بكارت الفيزا بتاعي القديم، ببدأ إن أنا أساوي طبقة الرمل علشان أبقى ضمنت العزل الجيد ما بين التربة وما بين عمود المية.
وبنفس المعادله الحسابيه بقدر اعرف كميه رمل السيليكا اللي انا محتاجها علشان احقق الارتفاع بتاعي. بضرب الطول في العرض في 1 سم، هيطلع لي الرقم. بقرب دايما للرقم الاكبر، يعني 5 لتر في حاله الحوض بتاعنا. ببدا احط الديكورات بتاعتي، ودي طبعا بترجع لذوق كل واحد فيكم. كل واحد وذوقه بيبدا يستخدم المتاح او بيبدا يعمل الديكورات اللي هو عايزها. حطيت معداتي، حطيت فلترين وسخانين. طبعا مساحه الحوض هنا محتاجه على الاقل 200 واط من السخان علشان يقدر على كميه الميه بتاعتها. حطيت 2 سخان 100 واط، واحد يمين واحد شمال، مع فلتر اسفنجي يمين وفلتر اسفنجي شمال. وببدا املى الحوض بتاعي بالميه. وزي ما احنا دايما ما بنقول، بكون حريص ان الميه في قوه اندفاعها وانا بملي الحوض ما تسببش اي ازعاج للطبقات اللي انا تعبت فيها وحطيتها في قاع الحوض. طبعا الميه منزوعه الكلور. بحط كيس بلاستيك او طبق فيه فتحات جانبيه زي الطبق اللي قدامنا ده، ببدا احط فيه خرطوم الميه، وبكده ببقى مسيطر على تيار الميه بحيث ان هو ما يسببش اي ازعاج للطبقات الركيزه بتاعتي. ببدا ازرع الحوض بتاعي. دايما بكون حريص النباتات سريعة النمو الطويلة بحطها في المنطقة الخلفية من الحوض، وهكذا النباتات الأقل طولا وأبطأ في النمو بحطها في منطقة وسط الحوض. وبعد كده النباتات الصغيرة أو القصيرة جدا اللي ما بتنموش أو ملهاش أطوال في نمواتها بحطها في مقدمة الحوض. دايما زي ما بننصح بكون حريص على زراعة الحوض بكثافة. يعني حوض زي اللي قدامنا ده 90 في 45 في 45 بالشكل اللي قدامنا ده هو يقبل ويتقبل زراعة أكتر من كده بكتير. فكل ما زرعنا الحوض بكثافة كل ما بضمن استقرار أسرع وأقوى مع الوقت. حبيت هنا برضو اوريكم ازاي ممكن استخدم ايدي في زراعة النباتات. نبتة زي نبتة الكريبتوكرين، دي نوع من انواع الكريبتوكرين، نبتة بتنمو بجذور، نبتة جذرية مش عارف امسكها بالجفت فممكن استخدم ايدي زي ما احنا شفنا. نبتة نوع من انواع الامازونات برضو ممكن برضو استخدم ايدي في زراعتها، وهكذا. برجع عامله بقيه الحوض بتاعي بالميه منزوعه الكلور. انا بركن الميه 24 ساعه فيما فوق، بكون ضامن تماما ان مفيش اي كلور فيها من غير ما اضيف اي مزيلات كلور او اي مواد كيميائيه. احنا عارفين ان احنا في الحوض الطبيعي بنعتمد على الطبيعه، ما بنفضلش وما بنحبسش ان احنا نضيف اي مواد كيميائيه ممكن تاثر على التوازن البيئي بتاعنا. وبكده هكون ضمنت ان الحوض بتاعي ما دخلوش اي مواد كيميائية، يقدر يعتمد على نفسه في الوصول لمرحلة التوازن اللي احنا عايزينها علشان اقدر اربي السمك بتاعي والنباتات بتاعتي في صحة وسعادة بكل سهولة وبكل يسر، بدون اي ضغوط او اي توتر عليك او على الكائنات الحية اللي بتربيها في الحوض بتاعك، وباجراءات بسيطة جدا زي ما شفنا مع بعض. خامس يوم للحوض طبعا كان في نفس يوم التأسيس تقريبا أضفنا مجموعة من الأسماك، والنهاردة في خامس يوم أضفنا مجموعة تانية. طبعا عشان عندي أحواض قديمة ومستقرة بقدر استخدمها كستارتر أو كبادئ لأي حوض جديد بأسسه. وطبعا أنت كمان تقدر تعمل كده حتى لو كان حوضك التقليدي مستقر وقديم وضامن إن هو مفيهوش أي أمراض، تقدر تستخدمه كستارتر لأي حوض جديد بتبتديه. معدل دخول الاسماك ممكن يكون اسرع من اللي دايما بنوصي بيه علشان الموضوع ده. لو الحوض لسه جديد وما عنديش اي حاجه قديمه اقدر استخدمها واعتمد عليها في بدايه الحوض، لازم اتعامل معاه بمعدل ابطأ من كده بكتير
هنقدر نتابع الحوض مع بعض ونشوف السمك بعد ما يتأقلم على الحوض الطبيعي ويبدأ يظهر وتبدأ تظهر ألوانه، ونبدأ نتعرف على سلوكه مع بعض، وأي حاجة هتقابلنا في الحوض ده هنقدر نتعامل معاها إزاي. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.